حضرتك دلوقتي عندك حساب على الفيسبوك وقلبت الحساب الفيسبوك بتاعك الى الوضع الاحترافي. فحضرتك بعد ما قلبت حسابك على الفيسبوك الى الوضع الاحترافي، تمام، عشان تجرب يعني ايه وضع احترافي والكلام ده كله. معظمنا طبعا عارف الوضع الاحترافي ده خاص بمنشئ محتوى اللي عنده محتوى مثلا وعايز يقدمه على الفيسبوك وعايز يكسب منه ويربح منه. طبعا بتبدأ تقلب الفيسبوك بتاعك الى الوضع الاحترافي، تمام، وبتبدا تنزل الفيديوهات بتاعتك عشان تبدا تربح منها. تمام. طيب انا دلوقتي ما عنديش محتوى وما بعملش محتوى والكلام ده كله، وحبيت اجرب ودخلت الى الوضع الاحترافي، تمام، عشان اجرب الدنيا، وفي الاخر حاسس ان الدنيا متلخبطه وانا مش حابب الوضع ده، عايز ارجع للوضع العادي اللي هو الاول، اللي انا اعرف اكلم قرايبي، اتواصل مع قرايبي يتواصلوا معايا، اصحابي، الكلام ده كله، لان انا عامل الفيسبوك خاص بيا وبقرايبي وباصحابي اللي احنا نكون مع بعضينا في موقع واحد اللي هو الفيسبوك. فانا حابب ارجع للوضع العادي. يعني حضرتك حاليا دلوقتي على الوضع الاحترافي، صح كده؟ ايوه صح كده، على الوضع الاحترافي. طيب عايز ترجع للوضع العادي؟ ايوه عايز ارجع للوضع العادي اللي هو الاول، اللي هو زي الاول، تمام. طيب حضرتك هنرجع الفيسبوك بتاعك زي الاول ونرجعه الوضع العادي، تمام. اول حاجه تكون فاتح الفيسبوك بتاعك وتفتح الصفحه، الملف الشخصي بتاعك، صفحه الملف الشخصي اللي هي بتبقى موجوده زي كده، تمام. بعد كده تضغط على الثلاث نقاط دول. بعد ما بتضغط الثلاث نقاط دول بيجي لك هنا ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي، فانت هتضغط عليها. فهنا بيقول لك ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي، يمكنك مراجعه التغييرات مهمة قبل إيقاف التشغيل الوضع الاحترافي. إذا غيرت رأيك يمكنك تشغيل الوضع الاحترافي في أي وقت. يعني بيقول لك دلوقتي مهم قبل إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي، إذا غيرت رأيك يمكنك تشغيل الوضع الاحترافي في أي وقت. يعني لو حبيت تشغل الوضع الاحترافي في أي وقت مفيش مشكلة، تمام. هنقول له متابعة، تمام. هنا بيقول لك عندي ايقاف التشغيل للوضع الاحترافي، تعرف على التغييرات التي ستحدث، الامور التي ستظل كما هي في حاله ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي. تغييرات: لن تظل اي من الرؤى الحاليه موجوده بعد ذلك، تمام. ستستلم المبالغ المعلقه لكنك لن تربح اموال على ملفك الشخصي عند ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي، عند ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي، تمام. لن تتوفر لديك بعد ذلك صلاحيه للوصول الى لوحه المعلومات الاحترافيه او اي من ادواتها، تمام. يعني بيقول لك اول ما هتعمل ايقاف كل حاجه هتروح. لو ليك مبالغ معلقه هتبدا تاخدها او هتربحها عادي، مفيش اي مشكله. ولكن عند اول ما بتوقف تشغيل الوضع الاحترافي فمش هتقدر تربح تاني والكلام ده كله، تمام. انا بالنسبه لي ما عنديش محتوى وما نزلتش محتوى، انا داخل مثلا اجرب يعني ايه وضع الاحتراف، وبعد ما دخلت عايز بقى ارجع للوضع العادي، تمام، لاني انا عايز الفيسبوك على الوضع العادي. فهبدا بقى زي ما احنا عملنا كده بالظبط، تمام. بعد كده هقول له ايقاف التشغيل، مفيش اي مشكله، تمام. تم ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي بنجاح. تم ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي بنجاح. يمكنك تقديم ملاحظات لمساعدتنا على تحسين تجربة الوضع الاحترافي لديك. بعد كده هنقول له اغلاق. كده الفيسبوك بتاعنا لو رجعنا كده، تمام، هتلاقيه رجع طبيعي عادي. هنا بيقول لك تشغيل الوضع الاحترافي، خلاص هو كده الفيسبوك بتاعنا رجع. لو عملنا عرض كما يظهر للاخرين هيبدا يجيب لك اضافه صديق عادي، مفيش اي مشكله. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد، السلام عليكم.